عيلة من 5 أفراد. الأب بيموت في يوم مشؤوم، وفي خلال 5 أيام من موته عيلته كلهم بيتصابوا بلعنة بتدمر حياتهم، فبيلجأوا لشمان علشان تساعدهم في التخلص من اللعنة. فيا ترى بقى هيتحرروا من اللعنة دي ولا الجن هيفرض سيطرته عليهم؟ النهاردة بقى جايب لكم فيلم رعب من العيار الثقيل جدا، فياريت بقى تدعموني بلايك وشير وتشتركوا في القناة علشان يوصل لكم مني كل جديد والقناة تكبر بيكم. ويلا بينا نبدأ العظمة بتاعت النهاردة. بيبدأ الفيلم بنوري وياندا وهما مدفونين في الغابة، وما بيبقاش باين منهم غير راسهم، والشمان هنا بتكون واقفة ما بينهم وهي بتقول تعويذة سيطرت على الجن. وفجأة نوري بتصرخ وياندا بينادي باسمها، وعلشان نعرف ايه اللي بيحصل ده بنرجع هنا بالزمن 6 أيام فاتوا. وفي الوقت ده مول أبو ياندا وناري بيكون في السوق بيشتري شوية طلبات للبيت، وبعد شوية بيروح للأرض بتاعته، وهناك بيقابل عمدة القرية اللي بيسلم عليه وبيقول له لسه مش عاوز تقولي على السر اللي بيخلي الشجر اللي بتزرعه ينتج أجود أنواع الصمغ؟ انت عارف ان في ملاك أراضي كتير حاولوا يزرعوا شجرة الصمغ زيك بالظبط، لكن مفيش ولا واحد فيهم الشجر بتاعه طلع منه صمغ زي اللي بيطلع من شجرك انت. فمول هنا بيعمل من بنها وبيقول له انا ماشي علشان مستعجل، وبيسيبه وبيروح لمزرعته، وهناك بيشوف ابنه ياندا وهو قاعد بيراجع حسابات المزرعة. فبيقول له انا عاوزك تسيبك من المزرعة دي وتكمل دراستك وتروح الجامعة. فياندا بيقول له لما اروح الجامعة مين اللي ياخد باله من المزرعة؟ فابوه بيقول له انا معايا فلوس واقدر اوظف واحد يمسك حسابات المزرعة. ولما بيلاقي ابنه مصمم على موقفه بيقول له خلاص بلاش الجامعة، ادخل أكاديمية الشرطة واطلع ظابط قد الدنيا. فما بيردش عليه، فبيسيبه وبيروح لإيجن بنت أخوه وبيقول لها أكلت الفرصة؟ فبتقول له أيوة أكلتها وصلحت السخان البايظ وعملت كل اللي طلبته مني. فبيسيبها وبيدخل البيت وبيروح يقف مع مراته رحمة وبيعمل لنفسه كوباية شاي. وفي الأثناء دي بيقول لها أنا متضايق لأن ياندا مش عاوز يدخل الجامعة. إخواته الاتنين خلصوا دراستهم في الجامعة واتخرجوا، وساسي دكتور وناري بقت مهندسة، وانتي عارفة ان الناس ما بتحترمش الشخص اللي مفيش معاه شهادة. فبتقوله سيبه على راحته وما تضغطش عليه، وهو واخد باله من شغل المزرعة. ومجرد ما بيشرب من كوباية الشاي بيحس بألم في صدره وما بيقدرش يقف على رجله، وكوباية الشاي بتقع من ايده وبتتكسر. فمراته بتجري عليه وبتسنده لحد ما بيقعد على الكرسي وبتقوله اذكر الله، فما بيردش عليها. وبيقول لها انا حاسس بتعب من الصبح. فبتقول له قبل الفجر خد حمام دافي ونام هتصحى هتبقى كويس جدا. وتاني يوم الصبح وتحديدا يوم التلات، والتلات كليون ده يا جماعة في الثقافة الاندونيسية هو يوم مشؤوم، لو شخص مات فيه لازم تتعمل شعائر معينة يوم جنازته، والا عيلته كلها هيموتوا وراه في خلال 5 ايام بالظبط من موته. المهم ان مول بيصحى من النوم وبيدخل الحمام وبيشغل السخان، وبعد كده بيفتح المية، ولان السخان بيكون بايظ المية بتتكهرب، وبمجرد ما مول بيحط رجليه جوه المية بيتكهرب وبيموت. وبعد كده مراته بتكتشف جثته فبتصرخ وبتنادي على ياندي وهي منهارة. ولما ابنه الكبير ساسي وبنته ناري بيعرفوا ان ابوهم مات، ساسي بتسيب حفلة تخرجها وبترجع جري على البيت، واخوها الكبير بيسبقها، والولاد التلاتة وامهم بيكونوا منهارين وهم حوالين جثة المرحوم. وفي الأثناء دي العمدة بيقول للولاد أبوكم مات يوم كليون، وده معناه إنكم لازم تعملوا الشعائر ده لو مش عاوزين تحصلوه. فسيسا بيقول لهم بلاش جهل، إحنا مش هنعمل الكلام العبيط ده. فأخته بتقول له مش هنخسر حاجة لو عملنا الطقوس دي، ولو أنت مش موافق على الأقل أمنا لازم تعملها معايا أنا وياندا. فبيقول لها أمك تعبانة ومش هتستحمل الكلام العبيط ده، لازم نستعد علشان الجنازة. وهنا العمدة بيقول لياندا لازم تكسروا كل الاطباق اللي المرحوم كل فيها، وبعد ما تكسروهم كلهم ترموا فلوس وورد لحد ما توصلوا للقبر. واول ما ابتدى الجنازة ياندا واخته بيبدأ يكسروا الاطباق، ولما امهم بتحاول تعمل زيهم ما بتقدرش وبتقع على الارض. فسيسا بيساعدها علشان تقف وبيفضل ساندها لحد ما بيوصلوا للمقابر. اما ياندا وناري فبينفذوا كلام العمدة بالحرف الواحد، ولما بيوصلوا للمقابر بيحطوا جثة ابوهم في القبر، والسيسا بيعدلوا على جنبه اليمين وبيغطوه بخشب الخيزران علشان جسمه يفضل على الجنب اليمين. وفي الوقت ده امهم بتكون منهارة
متوترة جدا وبتنادي باسم جوزها وبتقول له خدني معاك ما تسيبنيش هنا لوحدي. فاولادها بيحاولوا يهدوها وبعدها بيدفنوا ابوهم، ولما بيرجعوا للبيت بيعملوا حلقة قراية قرآن على روح المرحوم. وفي الاثناء دي رحمة بتسمع صوت جوزها بينادي باسمها، فبتمشي ورا الصوت وبتدور عليه في البيت كله وهي بتصرخ باسمه. ولما بنتها بتسمع صوتها بتروح لها، فامها بتقول لها انا سامعه صوت ابوكي بينادي عليا. فنوري هنا بتقول لها بابا مات، انت تعبانه ولازم ترتاحي، وبتاخدها لاوضتها وبتنيمها في السرير وبتغطيها. ولما بتحاول تخرج من الاوضه امها بتقول لها خليكي معايا ما تسيبنيش لوحدي، فبتنام جنب امها. والساعه 12:30 بالليل ناري بتصحى على صوت برواز صورتهم العائليه وهي بتقع على الترابيزه، فبتقوم تعدل الصوره وبتخرج من الاوضه. وبمجرد ما بتقفل الباب الشمعة اللي في الأوضة بتطفي لوحدها، وساعتها بتسمع صوت جاي من الحمام فبتخاف. وهنا أخوها يندا بيخرج من الحمام فبتطمن وقتها. يندا بيقول لها كان لازم كلنا نعمل الطقوس دي. فأوينج بنت عمهم بتتدخل وبتقول لهم أنا خايفة على مرات عمي جدا. فسيسا بيخرج من أوضته وبيقول لها خايفة عليها ليه؟ مفيش حاجة اسمها يوم شؤوم، بلاش الجهل والعبط اللي انتوا بتقولوه ده، أمنا حزينة على فراق أبونا وده طبيعي جدا. عموما أنا مش هقدر أفضل معاكم هنا لأني لازم أرجع لشغلي في المستشفى. فيندا بيقول له طبعا شغلك أهم من أمك وأخواتك، وبيسيبه وبيروح لأوضته. فسيسا بيقول لأخته هيفضل طول عمره بيتكل على غيره وعمره ما هيقدر يتحمل المسؤولية. وهو كمان بيروح لأوضته وما بيبقاش واخدين بالهم إن أبوهم واقف بالكفن بيراقبهم. وفي اليوم التاني لوفاة أبوهم ناري بتصحى من النوم فما بتلاقيش أمها جنبها، فبتدور عليها في البيت كله لكن ما بيبقاش ليها أي أثر. فبتقول لسيسا شفت أمنا؟ فبيقول لها لأ. فبتطلع تدور عليها بره البيت فبتتصدم بأن أمها نايمة في نص الشارع، فبتصرخ وبتجري عليها. ولما سيسا بيسمعها بتصرخ هو كمان وبيجري عليهم. وقبل ما عربية تدوس أمهم يندا بيجري عليها وبيشدها بعيد عن العربية في آخر لحظة وبيسندوها وبيرجعوها للبيت. وساعتها العمدة بيقول ليندا اللي بيحصل لأمك ده بسبب إنها ما عملتش الشعائر معاك أنت وأختك. وسيسا بيسمع كلام العمدة لأخوه لكنه ما بيعلقش عليه. وبعدها ناري بترجع أمها السرير وبنت عمها بتساعدها. وساعتها رحمة بتقول لناري أنا بردانة قوي، فناري هنا بيغطيها. وهنا أمها بتقول لها أنا عندي ليكي خبرين، الخبر الوحش إني هحصل أبوكي قريب، والخبر الحلو إنك هتيجي بعدي وهتقابليني أنا وأبوكي. وطبعا ساعتها ناري بتترعب جدا. وفي نفس اليوم بالليل ناري بتحكي لإخواتها الكلام اللي أمها قالته لها. فسيسا بيحاول يهديها وبيقول لها ما تاخديش على كلامها، هي بس عندها حالة اكتئاب بسبب موت أبونا. فيندا بيقول له لأ كلام العمدة صح، واللي بيحصل ده بسبب إن أمنا ما عملتش الطقوس معانا. سيسا بيتعصب عليه وبيقول له أنا مش عارف إزاي أنت مصدق الراجل العبيط ده، أنت ناسي إن طول عمره كان بيغير من أبونا وإن هو كان عاوزه ياخد منه أرضه، ولدرجة إن هو راح لشمان علشان تخلي أبويا يسيب له الأرض. والشمان ده يا صديقي الراجل بتاع الأعمال. فيندا بيقول له تمام ماشي، طالما انت ناصح قوي كده يا اخويا ممكن بقى تقول لي ليه امنا طول الوقت بتترعش وبردانه مع ان حرارتها طبيعيه جدا. فسيسا بيقول له لا عند تخصصي واسكت ما تتكلمش كلمه زياده. وهنا بنت عمهم بتوصل وبتدي لسيسا الدواء اللي طلب منها تشتريه لامهم، فبياخد منها الدواء وبيقول لاخواته من النهارده انا كبير العيله دي والكلام اللي هقوله هيمشي عليكم انتوا الاتنين من غير اي مناقشه. وبيسيبهم وبيدخل يدي الام الدواء. وتاني يوم الصبح بيكون اليوم التالت بعد موت ابوهم. ورحمة بتقول لبنتها ابوكي كان فرحان قوي انك خلاص اتخرجتي وهتبقي مهندسة قد الدنيا وكان فخور بيكي جدا. وهنا سيسا بيقطع كلامهم وبيقول لامه انا هرجع للمستشفى بكرة، انت هتبقي كويسة لوحدك. فبتقول له ما تقلقش انا كويسة دلوقتي وكمان اخواتك معايا، انت لازم ترجع شغلك وما تقلقش من حاجة. وبعد شوية بتروح لأوضتها وبتبتدي تصلي
بتصلي، وفجأة جوزها بيظهر بالكفن في المراية، وبعد ما بتخلص صلاة شباك الأوضة بيتفتح لوحده، ولما بتروح تقفله بيظهر لها جوزها بالكفن فبتترعب وبتترمي لورا، وساعتها المروحة بتقع عليها وبتفضل تقطع في وشها لحد ما بتموت. وطبعا بعدها ناري بتكون منهارة وسيسا بيحاول يواسيها. وفي الأثناء دي العمدة بيدي لياندا عنوان بيت الشمان اللي عايشة في كوخ في الغابة في قرية جنبهم، وبيقول له لازم تروح لها علشان انت واخواتك تعملوا شعائر الحماية قبل ما تحصلوا أبوكم وأمكم. وبمجرد ما ياندا بيفتح الموضوع مع أخوه بيتعصب عليه وبيمسكوا في خناق بعض، فناري بتقول لهم كفاية خناق بقى، دي جثة أمنا لسه في البيت حتى، وبتسيبهم وبتدخل تنام جنب جثة أمها. وفجأة أمها بتقوم وبتبصلها بصة مرعبة جدا، وهنا يا صديقي ناري بتصرخ وبتصحى من النوم وبيطلع اللي شافته ده ما هو إلا كابوس. وعلى الجهة التانية سيسا بيطلع يقف لوحده على الجسر، وساعتها بيسمع صوت أمه بتنادي عليه، فبيبص يمين فبيلاقيها واقفة في بوشها المتشوه وبتقوله تعالى ما تسيبنيش لوحدي، فبيستعيذ من الشيطان وبيبص شمال فبيلاقي أبوه واقف له بالكفن وبينادي عليه، فبيقول لنفسه لا ده كده كتير جدا، وبياخد ديله في اسنانه وبيركب الموتوسيكل بتاعه وبيجري بيها على البيت، وبيدخل أوضة وبياخد دواء مهدئ وبيترمي على السرير. والصبح بيكون اليوم الرابع بعد موت أبوهم، وفي اليوم ده بيروحوا يدفنوا أمهم جنب قبر أبوهم، وحالتهم بتكون صعبة جدا بعد ما أبوهم وأمهم اللي كانوا مسنودين عليهم راحوا ورا بعض، وبنت عمهم بتحاول تواسيهم. وفي الوقت ده سيسا بيكون حاسس بالبرد مع ان الجو بيبقى حر جدا. ولما الجنازة بتخلص ياندا بيوري لأخته عنوان الشمانة وبيقول لها العمدة قال لي لازم نروح لها بسرعة، فبتقول له أخوك مش هيرضى، فبيقول لها يبقى احنا لازم نروح من غيره وفي أسرع وقت لأن هو ما عملش الطقوس وده معناه ان حياته هتبقى في خطر. فبتركب ورا أخوها الموتوسيكل وبيروحوا لقرية الشمانة. وفي الأثناء دي سيسا بيكون نايم في اوضته، وفجأة الشباك بيترزع رزعة معتبرة وبيصحى مفزوع من النوم، فبيبلع ريقه وبيقوم يقعد على طرف السرير، وساعتها بيشوف امه بوشها المتشوه في المراية وهي بتقوله مش هتجيلي بقى يا ابني، فبيبص وراه وبعد كده بيرجع يبص في المراية فانعكاس امه في المراية بيختفي، وهو بيقول لنفسه بعدين بقى في الجو الملبش ده انا دمي هرب، وبيخرج من الأوضة وهو هيموت من البرد. ولما بيشوف بنت عمته بيقول لها هو الدنيا برد ولا حاجة، فبتقول له لا الدنيا حر جدا، فبيقول لها امال انا بردان كده ليه، المهم فين اخواتي، فبتقول له هما الاتنين اختفوا من بعد الجنازة. وعلى الجهة التانية اخواته بيوصلوا للغابة وبيمشوا شوية لحد ما بيلاقوا كوخ الشمانة، فبيخبطوا على الباب، وساعتها الشمان بتفتح لهم وهي كمان بيكون شكلها يخوف وعينيها الشمال بتكون ضايعة، بس هما بيبقوا عاوزين يتعلقوا بأي قشاية، فبيحاولوا يتمالكوا أعصابهم وبيحكوا لها على كل اللي حصل معاهم. فبتقول لهم الناس مشغولين بالدنيا والألقاب وجمع الفلوس وناسيين إن آخرهم متر في متر، وإن اللقب اللي كل إنسان لازم ياخده هو لقب المرحوم، الموت مفيش حد يقدر يهرب منه. وفي الأثناء دي سيسا بيسلم على الناس اللي جت علشان تعزي، وساعتها العمدة بيقول له لو احتجت أي حاجة كلمني، وبعدها بيمشي. فسيسا بيدخل البيت وبينادي على بنت عمه وبيقول لها اخواتي لسه ما رجعوش، فبتقول له لسه، وخلي بالك العمدة مسيطر قوي على ياندا واخوك ماشي وراه من غير ما يفكر. فبيسيبها وبيدخل لأوضة أبوهم وأمهم وبيقلب الأوضة وبيدور في كل مكان فيها لحد ما بيلاقي تحت السرير لفة شكلها غريب، وأول لما بيفتحها بيلاقي جواها تراب لونه أسود، فبيصورها وبيبعت الصورة لناري. وفي اللحظة دي شباك الأوضة بيتفتح وبيشوف أبوه وهو بيخرج من البيت، فبينادي عليه ومن غير تفكير بيخرج من البيت وبيفضل ماشي ورا أبوه لحد ما بيدخل الغابة. وفجأة أبوه بيختفي وبيظهر له جنية شكلها مرعب، فبيخاف وبيجري في الاتجاه التاني، وساعتها رجليه بتيجي في فخ دب فبيصرخ ورجليه بتنزف، فبيحاول يفتح الفخ الحديد لكنه بيتقفل مرة تانية على رجليه، فبينزف أكتر وبيصرخ وبيحاول مرة تانية لحد ما بيقدر يخرج رجله من الفخ، وبيكون نزف كتير جدا، فبيمشي بصعوبة لحد ما بيوصل للطريق، وساعتها بيشوف عربية فبيشاور لها، ولما العربية
العربية بتقف بيقول للسواق وديني لأقرب مستوصف، فالسواق بينزله قدام المستوصف وبيمشي. وساعتها حرفيا سيسا بيزحف لحد باب المستوصف وبيفضل يخبط فمفيش حد بيفتح له، فبيكسر الباب وبيدخل وبيفضل ينادي ويقول حد ينجدني أنا نزفت كتير جدا. ولما مفيش حد بيرد عليه بيقعد لوحده على الترولي وبيغطي وشه، فبيلاقي الترولي بيتحرك وجثة أمه بتزقه من ورا وجثة أبوه بتزقه من قدام، فبيقول لنفسه إيه الحلاوة دي. وطبعا هو بيكون خلاص جاب آخره ونزف كتير جدا فبيغمى عليه، ولما بيفوق بيلاقي نفسه جوه المشرحة، وفجأة الجثث اللي حواليه بتقوم وساعتها بيترعب وبينزل من على الترولي فراسه بترشق في حديدة على الأرض وبيموت. وفي الأثناء دي أول ما إخواته بيشوفوا الصورة اللي بعتت لهم بيرجعوا على قريتهم، وهم وكل القرويين بيدوروا على سيسا في الغابة. ووقتها بيجي اتصال للعمدة من المستوصف بيبلغوه فيه إن سيسا عندهم، فبياخد إخواته بيروحوا على هناك. وساعتها الدكتور بيقول لهم إنه هو وصل المستشفى بعد ما نزف دم كتير جدا وحاول إن هم يسعفوه لكن جات له أزمة قلبية ومات. وطبعا إخواته هنا بينهاروا. أما بقى في اليوم الخامس بعد موت أبوهم بيدفنوا أخوهم وهما الاتنين بتكون حالتهم صعبة جدا، خصوصا يندا اللي بيقول لأخته لو كنا رحنا للشمان بدري يمكن كنا قدرنا ننقذ حياته، فبتقول له ده قدره واحنا دلوقتي لازم نتماسك على قد ما نقدر. وهنا بنت عمهم بتواسيهم وهي حزينة وبتعيط. وفي نفس اليوم بالليل ناري بتحس انها بردانة فبتعرف ان الدور عليها، ولما بتدور تحت سريرها بتلاقي لفة زي اللي سيسا بعت لها صورتها، فبياخدها وبيروحوا للشمان اللي لما بتفتح اللفة وبتشوف اللي جواها بتقول لهم ده تراب وبور، في حد عمل لكم عمل بالموت ولازم تعملوا الشعائر بسرعة علشان تردوا العمل عليه وهو اللي يموت مش حد فيكم. وبتقول لهم لازم تضحوا بدمكم علشان الجنية تقبل تعكس العمل. وبيبدأوا الطقوس وبتجرح ايد كل واحد فيهم وبتجمع دمهم. وهنا بنرجع لأول مشهد في الفيلم وهم مدفونين وراسهم بس اللي ظاهرة، والشمان بتبتدي تعمل الطقوس. وهنا بقى الشخص اللي عمل لهم العمل بيبتدي يحس بالبرد وكل حاجة في بيته بتتحرك بفعل قوة خفية. وعلشان نعرف مين هو الشخص ده تعالوا نرجع بالزمن شوية، وساعتها هنشوف عمهم أخو أبوهم وهو بيقول لأبوهم أنا تعبان ومراتي ماتت ومش هقدر أدير الأرض ولا أخد بالي من بنتي، أنا هديك الأرض بشرط تربي بنتي عندك وتدخلها الجامعة زي ولادك. فبيقول له وانا موافق، من بكرة هاخدها تعيش مع ولادي والارض انا هراعيها وهاخد بالي منها. لكن للأسف مول ما كانش قد الامانة وخد الارض لنفسه، وبنت اخوه شغلها عنده في الاسطبل وبقت كل مهمتها انها تراعي الفرصة والبيت. وطبعا اجينغ ما عجبهاش الكلام ده، خصوصا لما شافت عمها بيتحايل على ابنه علشان يدخل الجامعة وما فكرش ان هو يدخلها الجامعة زي ما وعد اخوه. فبتروح تعيط لابوها وبتقول له انا بقيت خدامة عند عمي. فابوها عمل لاخوه ومرات اخوه واولاده، وادى لبنته 5 لفات جواهم تراب القبر اللي عمل به الاعمال، وطلب من بنته انها ترمي لفة تحت سرير عمها وسرير مراته، وترمي لفة واحدة تحت سرير كل واحد من ولاد عمها، واللفة الاخيرة ترميها تحت سرير ناري. فبنته ما كتبتش خبر ونفذت اللي ابوها طلبه منها، وكانت النتيجة موت عمها ومراته وابنهم الكبير. لا والقادرة كانت بتواسي ناري في كل مرة بعد موت حد من عيلتها. تعالوا بقى نرجع هنا للشمان اللي بعد ما بتخلص الطقوس الجنية بتروح لبيت عمهم وبتاخد عمره. اما بقى اجينغ لما بترجع لبيت عمها وبتحاول تخرج الفرسة تمشيها زي ما بتعمل كل يوم، الفرسة ما بترضاش تتحرك، ومرة واحدة اللوجان بيتلف على رجل اجينغ، وساعتها الفرسة بتنتقم لصاحبها وبتطلع تجري ناحية الغابة وبتسحل اجينغ وراها لحد ما بتوصل لفرع شجرة كبير مرمي على الارض. وهنا الجنية بتظهر لها في اجينغ بترشق في فرع الشجرة، وفي اللحظة دي الجنية بتاخد روحها، وبكده يبقى ترد العمل على اصحابه. وتاني يوم ناري واخوها بيحضروا جنازة عمهم وبنته، وبعدها يندا بيقول له اخته شفت ان كلامي طلع صح والعمدة طلع راجل كويس وكان عاوز لنا الخير. فبتقول له معاك حق، لكن يا صديقي الظاهر بيكون شيء والباطن بيكون شيء تاني تماما. وده لان في نفس اليوم بالليل العمدة بيروح للشمان وبيطلع ان هو اللي اتفق معاها علشان تعمل عمل لاخوه مول، علشان بعد موت الاخ واخوه وعيالهم الكبار ما بيتبقاش غير ناري واخوها اللي
بيثقوا فيه جدا، فبيقدر يضحك عليهم وبيستولى على أرضهم بسهولة. وهنا يا صاحبي بقى بيخلص الفيلم بتاع النهاردة، بعد ما اتأكدنا ان طمع مول واخوه والعمدة هو اللعنة الحقيقية اللي قضت على العيلتين. يا ريت بقى لو عجبك الملخص تدعمني بلايك وشير واشتراك في القناة. انا احمد سمير الفويس اوفر وصاحب القناة، واللي كتبت السكريبت الجميل ده السكريبتر ايمان الببلاوي. شوفوا وشكم بخير في فيديو جديد. عايز انوه بس الحاجة بسيطة، انا كنت موقف شغل الفترة دي لظروف طارئة جدا، بس ان شاء الله هرجع لكم، وموعدنا حد وثلاث وخميس الساعة 3. واشوف وشكم بخير يا اصحابي في فيديو جديد. سلام عليكم.